السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة امتحان شهر ابريل دي يونت 9. احنا في صفحة 62. هرجع لك كده على الكلمات بتاعت الوحدة ديت والجرامر، فركز معانا كده وكوباية الشاي بتاعتك ولا النسكافيه الجميلة، والكلمات اللي بالاصفر دي هترجمها لك، دي مهمة جدا تحفظها. دي كلمات المنهج وبنسبة 99% لما بتيجي في الامتحان بتبقى دي الإجابة. طيب، كلمة كارير يعني مجال مهني. 2، هي اشترت new clothing to wear، ملابس جديدة تلبسها. 3، سمارت اسيستنت اللي هو المساعد الذكي اللي في الموبايلات زي الايفون كده، سيري، وزي اليكسا في سامسونج مثلا. طيب، 4، higher position يعني مكانة عالية. higher position مكانة عالية. healthy lifestyle يعني اسلوب حياة صحية. طيب، المانجر suggested اقترح، المدير اقترح. important changes اكتب معناها تغييرات. اللي بعدها happiness يعني السعادة، يبقى انك تبقى قريب من عيلتك، يبقى ده فيه سعادة. 8، الافورت الكبير، effort يعني جهد، والصبر الكلمة اللي مش هقولك عليها تترجمها، بيأدوا إلى النجاح success. finishing the project on time انك تخلص المشروع في وقته، ده achievement انجاز كبير. 10، employees يعني الموظفين بيحتاجوا تدريب training. 11، she has a great potential يعني إمكانيات، و great يعني عظيم. 12، stable job يعني وظيفة ثابتة. stable job وظيفة ثابتة. 13، adapt to يعني يتكيف مع. 14، virtual meeting يعني اجتماع افتراضي. يعني اجتماع افتراضي يعني على النت. طيب، معظم الروبوتس بتشتغل بالارتفيشال انتليجنس اللي هو الاي اي. artificial اي intelligence اي ذكاء اصطناعي. الدكاترة والممرضات لازم يكونوا متعاطفين يعني empathy تعاطف. 17، ايه اللي بتصور الافلام من اماكن عالية، دي الطيارات درون. طب 18، مين في دول بيسلم الجوابات؟ كان زمان في واحد بيسلم الجوابات اسمه بوسطجي يعني بوست مان. 19، الادفرتايزنج الاعلانات دي عبارة عن ايه؟ ماركتينج يعني تسويق. 20، الهيومن برين المخ البشري بيخزن معلومات في الذاكرة بتاعته، ذاكرة يعني ميموري. 21، flexibility يعني مرونة الجسم body flexibility. 22، a care worker care يعني مهتم، worker يعني العامل، اللي هو العامل اللي في اي عامل بيساعد الناس الكبار في السن اسمه care worker. 23، المية والرياح دي أمثلة للكلين انرجي يعني الطاقة النظيفة. الفن، المزيكا، الكتابة دول كلهم إبداع. 25، المصانع بتعتمد على ماكينات متقدمة advanced متقدم ماكينات machines. 26، كلمة بانلز دي يعني اللوح الشمسية. ايه اللوح الشمسية دي؟ اللي هي بتطلع الطاقة الشمسية اللي هي السولار باور. 27، منتجات كتير بتتعمل فين؟ في المصانع، في الفاكتوري. Please complete the assignment. complete يعني كمل، و assignment يعني الواجب. طيب، 29، اختار volunteers يعني المتطوعين بيساعدوا المجتمعات. 30، انك تلعب رياضة جماعية بتعلمك روح الفريق اللي هي التيم وورك. 31، الجود ليدر should be supportive. جود ليدر لازم يكون داعم ومشجع للآخرين. تمام. طيب، 32، هو نقط to achieve his goals although hard work. he aims to حط خط تحت aim كده، و to aim to معناها يهدف إلى. ثانية احنا نعمل طائرة يا جماعة عشان ايه محدش يتصل بينا. طيب،
اللي بعدها 33 artists attend workshop. الفنانين بيحضروا ورش عمل. ورش عمل اللي هم بيتعلموا فيها التمثيل. 34 she works remotely يعني عن بعد. طب بتعرف منين؟ كلمة work يعني فعل. فعل بعد منه ال واي يعني يدي يدي. لا والله ويدي كمان. طب artificial يعني صناعيا عن بعد بدنيا. فهي مفيش حد بيعمل صناعيا ولا بدنيا، بيعمل عن بعد. طب 35 scientists العلماء believe life exists يعني توجد في أشكال كتير. طيب 36 كلمة fit يعني مناسب، ف doesn't fit يعني لا تناسب، الوظيفة دي مش مناسبة. 37 construction work can be very demanding physically. construction يعني بناء، أعمال البناء محتاجة مجهود بدني physically. طيب اللي بعدها greener energy يعني طاقة نظيفة مش طاقة خضراء. اللي بعدها الجيمرز احيانا بيخشوا 3D وورلد. اول ما تشوف فيرتشوال دي ورياليتي، النضاره اللي هي الفي ار دي، عارفها اللي هي الكبيره دي، تبقى دي 3D وورلد. التواصل وروح الفريق دي اسمها سوفت سكيلز، مهارات ناعمه. 41 السفر للخارج بيدي للناس فرصة للتجارب الحياة. تجارب الحياة اسمها experiences. أما الأولى دي experience يعني خبرة في العمل. eating well انك تاكل كويس وتتمرن كويس، ده بيساعد جسمك انه يعمل له body growth يعني نمو بدني. 43 data يعني بيانات، الكمبيوتر فيه بيانات كتير. 44 parents usually have high expectations. اكتب expectations يعني توقعات. الآباء تملي ليهم توقعات لمستقبل أطفالهم، توقعات كبيرة. 45 fair comparison يعني مقارنة عادلة. 46 personal qualities يعني صفات شخصية. 47 health and fitness الصحة والرشاقة. في كلمات كده بتتحفظ مع بعض، مفاتيح إجابة يا جماعة، مش لازم تفهم الجملة كلها. 48 finance يعني تمويل، هي شغالة في التمويل وبتدير البادجت يعني ميزانية، هي اللي خلتني أعرف إن ده تمويل. 49 الايكونومي became unstable، الاقتصاد بقى مش مستقر بعد الأزمات اللي حوالينا. كرايزس يعني أزمة، وانستيبل غير مستقر. he studies accounting، اكتب accounting يعني محاسبة، عشان كده بقى accountant يعني محاسب. everyone should live with respect، الناس لازم تعيش باحترام وكرامة. كرامة يعني dignity. كلمة internship يعني تدريب، التدريب ده فرصة، فرصة يعني opportunity. آخر واحدة دي بايلوت يعني طيار، الطيار بيتدرب عشان يطير بالطيارة بأمان. الأسئلة من 54 كلمتين بيجوا جنب بعض دايما فتحفظهم جنب بعض. build و future يبني مستقبل. learn skills يتعلم مهارات. change careers يغير مجاله المهني. personal growth النمو الشخصي. apply for a job. virtual worlds عالم افتراضي. adapt to يتكيف مع. care worker قلنا اللي بيساعد العواجيز في احتياجاتهم. make progress يتقدم. work as وبيجي بعدها وظيفة. دكتور يعمل ك. responsible for مسؤول عن. take part in يشارك فيه. need to adapt يعني يحتاج إلى التأقلم. hard skills اللي هي المهارات الصعبة أو الشاقة زي البرمجة والداتا انالايزنج اللي هو تحليل البيانات. طيب قلنا فوق apply for a job، إنما apply to بيجي بعدها مكان زي جامعة أكسفورد يتقدم ليه. you should apply in person، apply in بقى يعني يتقدم لشخص، يبقى عندي apply for بيجي مع job، apply to بيجي بعد مكان،
apply ان بيجي بعدها شخص. زي ما اتعودنا بقى في الحدتين اللي فاتوا، دي المرادفات والمضادات، بعد اذنك صورهم واحفظهم. خد سكرين شوت هنا، وخد سكرين شوت كمان هنا. والف شكر كده لتركيزك في الجزء الاولاني في الايه في الوحدة. يلا بقى احنا دلوقتي في صفحة 70، هنراجع الجرامر بتاع الوحدة التالتة اللي هو المضارع التام اللي بيتكون من هاف وهاز والتصريف التالت. طيب، المضارع التام ده ليه كلمات دالة. يعني ايه كلمات دالة؟ يعني كلمات أول ما حضرتك تشوفها مشكورا كده بتختار هاف وهاز والتصريف التالت، اللي هي ايه؟ اللي هي just و already و ever و never و since و for و yet و so far و up till now و lately و recently. كل دول تشوف اي كلمة من دول يا جامد، اي كلمة من دول الاجابة بتاعتك على طول تبقى ايه؟ مضارع تام، اللي هو have وهاز والباست participle التصريف التالت. يعني بص كده في اول سؤال، ادي كلمة فور اهي، وادي كلمة فور اهي، يبقى اختار have وهاز والتصريف التالت. ادي كلمة سنس اهي، طيب يبقى اختار have وهاز والتصريف التالت. ادي كلمة جاست اهي، طب جاست دي بقى بص كده في ملحوظة كنت قلت لك ان كلمة جاست اللي معناها حالا، واوريدي اللي معناها فعلا، ونيفر اللي معناها ابدا او عمري، بيجي قبلهم have وهاز وبعدهم تصريف تالت. طب بالفعل اهو، ادي جاست اهي، يبقى لازم قبلها have او هاز وبعدها تصريف تالت. never قبلها have وهاز يبقى مش did، يبقى مش was، قبلها هاف وهاز وبعدها تصريف تالت. بس انا اتفاجئت ان هنا في هاف وهنا في هاف، فده يفكرني بايه؟ ايه الفرق بين بين وجن؟ جن يعني راح مكان وما جاش، بن يعني راح وجه. طب بص الجمله بتقول لك انا عمري ما رحت الاقصر، طب دي لا راح ولا جه ولا راح ما جاش، ده ما راحش اصلا. ادام الشخص اللي بيتكلم قدامك قصاد عينيك اوعى تستخدم جن، دايما استخدم بين. السؤال اللي بعده، ادي كلمة يت من الكلمات الدالة على المضارع التام. طب هاف وهاز التصريف التالت، طب هاز فين التصريف التالت اهو. طيب have you ever been to أسوان؟ فاكر لما قلت لك ادام الشخص قدامك تستخدم كلمة been، بقول لك عمرك رحت أسوان؟ معنى كده ان هو حتى لو راح أسوان ان هو راح وجه واقف قدامك، يبقى been. طيب حط لنا خط جميل تحت كلمة this week كده، كلمة this week بتدل على have وهاز والتصريف التالت، فيبقى برضو have had. طيب اللي بعدها، ابويا راح القاهرة ولسه هناك، ادم لسه هناك يبقى راح وما جاش، راح وما جاش تبقى جن. طب عمي راح مكة ولسه واند ريتيرند ورجع، رجع يبقى كده راح وجه فيبقى has been. طيب اللي بعدها، هنا في كلمة last year. last year يعني السنة اللي فاتت، يعني ماضي. الماضي ده بيبقى كلمة واحدة، يا اما اخرها ايدي يا اما شاذ. فهنا عايز الماضي من سل اللي هو يبيع، الماضي من سل هو sold باع. طيب هو عاش في الجيزة سنة 2010، دي حاجة حصلت في الماضي يبقى lived. طيب هات لي مثلا، تعالى نشوف فكرة جديدة كده. 16 حط خط تحت كلمة أجو. أجو بتدل على الماضي البسيط، يبقى كلمة واحدة، يا إما آخرها إيدي يا إما شاذة، وهنا شاذة الماضي من باي بوت. طيب هنا عندي قاعدة سنس. قاعدة سنس دي بتقول إيه؟ بيجي بعدها ماضي بسيط جوت، وقبلها مضارع تام اللي هو هاف وهاز والتصريف التالت. تعالى نشوف فكرة جديدة أو كلمة جديدة. أدي اوريدي بتدل على المضارع التام، هاف وهاز والتصريف التالت. طب دي فكرة جديدة بقى، حط خط تحت كلمة four times كده. four times يعني 4 مرات. لو حدد لك عدد مرات حدوث الفعل، يعني قال لك الفعل ده حصل كم مرة، هنستخدم هاف وهاز والتصريف
التالت يبقى has painted. تمام. 22 حط خط تحت yesterday. امبارح، امبارح يعني ماضي، الماضي بتاع فيل فيلت. كنسل يا عم. طيب هات لنا مثلا 25. العربية عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. طيب يبقى بتصلح ولا بتتصلح؟ بتتصلح، يبقى عايز فيرب تو بي والتصريف التالت. ده موجود مرتين، مرة هنا هذا اهي، ومرة هنا هذا اهي. طب هاد ماضي وهاز مضارع. بص من غير ما تحفظ قاعدة، ادام هنا ويل مستقبل يبقى مش بتكلم في الماضي. تمام، بس كده خلاص الموضوع سهل. طيب 26 فكرة جديدة. كلمة تشايلد هود يعني الطفولة. طب الطفولة دي اسم ولا فعل؟ الطفولة دي اسم. ايه اللي بيجي بعد منه، قبل منه، قبل الاسم سنس، يعني سنس هي اللي بيجي بعدها اسم. طيب هنا recently. recently بتدل على المضارع التام، يعني have وهاز والتصريف التالت. في زيطة have هنا، have هنا وهاف هنا، بس اصبر. الكباري مش بتبني نفسها، الكباري بتتبني، يعني لازم فيرب تو بي والتصريف التالت. هنا في فيرب تو بي بس ده مش تصريف تالت، ده اي ان جي، يبقى هي الإجابة هنا. مدرس المضارع التام، الدروس اللذيذة. كده احنا رجعنا على 7 و8 و9. أتمنى لكم امتحان حلو إن شاء الله. تراجعوا الفيديوهات دي كلها، وتراجعوا كمان الامتحانات اللي أنا حليتها معاكم إن شاء الله. وربنا معاكم ويوفقكم يا رب. أشوفكم بخير حبايب قلبي، كل شهر وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البروف عمرو الدين.